واش عمرك وقفتي مع راسك وسولتي راسك شكون انا فعلا بلا الاقنعه وبلا داكشي اللي كيطلبوا مني المجتمع؟ وعلاش كنحس براسي ضايعه في بزاف ديال اللحظات؟ وشنو اللي كيحركني فعلا من الداخل وشنو اللي مجرد رد فعل؟ في هذا الفيديو غنبداو سلسله الوعي الذاتي خطوه بخطوه، وغادي نكتشفوا شكون انت فعلا، وشنو القيم والمبادئ اللي كتحدد حياتك، كيفاش تعرفي قوتك وضعفك بلا خوف، وكيفاش تستغليهم باش تكوني اقوى. شنو العوائق اللي كتمنعك توصلي للوعي الذاتي، وكيفاش تواجهيها، وكيفاش تدمجي هذا الوعي في حياتك اليوميه. كل خطوه غادي نوقفوا فيها ونفهموها مزيان ونعطيو امثله واضحه باش كلشي يكون مفهوم وممكن تطبقيه مباشره على حياتك. واول خطوه في هذه الرحله هي انك تسولي راسك من انا فعلا. بزاف ديال الناس كيجاوبوا بالاسم ديالهم ولا بخدمتهم او بالوضع الاجتماعي ديالهم، هادو كاملين غير ادوار وماشي حقيقتك. في علم النفس الوجودي وبعض مدارس النفس الاخرى بحال التحليل النفسي كيقسموا الذات ديال الانسان احيانا 3 طبقات باش نفهموا شخصيته وتعقيداته. الطبقه الاولى هي الذات الخارجيه، هذه هي الصوره اللي كنبينوها العالم، تصرفاتنا، الشكل ديالنا والعلاقات الاجتماعيه ديالنا. هاد المرات هاد الطبقه كتوافق توقعات المجتمع او الناس اللي حنا معاهم. مثال، البنت اللي ديما كتبين انها ذكيه وكالم قدام صحابها في المدرسه، ولكن داخليا كتعيش القلق والخوف. الطبقه الثانيه الذات الداخليه، هذه كتجمع المشاعر ديالنا، الافكار والرغبات الحقيقيه اللي ما كنشاركوهاش ديما مع الاخرين. هي طبقه صريحه اكثر مع النفس وكتكون مختلفه مع الصوره اللي كنوريوها الاخرين. الطبقه الثالثه الذات العميقه الجوهريه، هذه هي الجوهر الحقيقي ديال الشخصيه، الشيء اللي الانسان كيسعى يحققه في حياته، غالبا مرتبطه بالقيم ديالك، بالمعنى الشخصي وبالهويه العميقه. الخلاصه، الطبقه الخارجيه هي اللي الناس كيشوفوك فيه، والطبقه الداخليه اللي انت عارفه على راسك ولكن ما كتوريش للناس، الطبقه الجوهريه اللي كتقلب عليه في حياتك واللي كيعطي لحياتك معنى. والوعي الذاتي هو الانتقال من الطبقتين الاولويين للثالثه. كل ما غصتي في هذا العمق كل ما ولات قراراتك اكثر صدق وراحه. مثلا العقل ديالك بحال شي دار فيها 3 ديال الطبقات او هرم. الطابق الاول توقعات الناس، كل واحد باغي يشوفك بطريقه معينه. الطابق الثاني مخاوفك وتصوراتك الذاتيه. الطابق الثالث صوتك الداخلي، القيمه الحقيقيه اللي كتعطيك احساس بالسلام. باش توصل للطابق الثالث خاصك تكتشفي كل الطوابق اللي الفوق باش تعرفي شكون انت فعلا بلا اقنعه. كيفاش تقدري تطبقي هاد الفكره؟ جيبي شي دفتر اللي غيكون معاك في الرحله ديالك اولا شي ريجستر مهم اللي بغيتي، اكتبي الناس كيقولوا عليا قويه ولكن انا ما كنحس بهاد الطريقه. اكثر حاجه كنبغيها في راسي هي انا ما عارفاش شنو بغيت بالضبط. يعني كتبي بصراحه على راسك، اي حاجه طاحت لك في بالك، اي فكره، اي حاجه جاتك في بالك كتبيها. يعني حاولي تكتبي بلا ما تحكمي على راسك، حتى التناقضات، حيت هادشي هو البدايه باش تعرفي راسك بلا اقنعه. من اللي عرفنا شكون انت فعلا، دابا خاصنا نفهموا شنو اللي كيحركنا من الداخل. القيم والمبادئ، كل احساس، كل قرار، كل اختيار عنده جذر في هذه القيم. القيم هي البوصله ديال حياتنا، بلا قيم الانسان بحال شي سفينه وسط البحر كتديه الريح في الجهه اللي بغات وما كيعرفش فين غادي. مثلا عندنا واحد البنت شافت الابن الجيران ديالها ولا انجينيور وشافت كيفاش الناس صفقوا ليه، وحتى هي بغات تولي بحاله باش الناس يصفقوا ليها. يعني بغات تولي ناجحه على معايير المجتمع. ولكن في الحقيقه هاد البنت هادي القيمه والمبدا ديالها هو انها تعاون الناس وتساعدهم ودير فيهم الخير. دونك هنا كان خاصها تختار شي خدمه اللي غتكون بحال المعايير ديالها او المبادئ ديالها والقيم ديالها باش تقدر تكون مرتاحه فيها اكثر. داكشي علاش الاحساس الداخلي دليل على القيم. الا حسيتي بالغضب ملي كتشوفي شي واحد كيكذب، قيمه الصدق والعداله. الا حسيتي بالسعاده ملي كتعاوني شي حد، قيمه العطاء والرحمه. دابا غتاخدي قلم والدفتر اللي هضرنا عليه وسولي راسك
شنو الاشياء اللي كتخليك تحسي بالسلام او السعاده؟ شنو المواقف اللي كتعييك ولكن كديريها من القلب؟ الا فقدتي كل شيء في حياتك، شنو الاشياء اللي مستحيل تعيشي بلا بيها؟ من اجابتك غادي تعرفي القيم الحقيقيه ديالك. مثلا ما كنحملش الكذوب، هذه قيمه الصدق. كيعجبني نتعلم كل نهار، هذه قيمه النمو. كنرتاح ملي كنكون بوحدي، هذه قيمه الاستقلال. دابا ملي عرفنا القيم ديالنا، جا الوقت نواجهو نقاط القوة والضعف ديالنا باش نكونوا صرحاء مع راسنا. الاعتراف بالضعف هو اول علامة على الوعي ديالك. بزاف ديال الناس كيخافوا يواجهوا الضعف ديالهم حيت ترباو على ان الضعف هو الفشل. العقل كيميل يحمي الصورة ديالو، ولكن الدراسات كتشوف ان الناس اللي كيقبلوا الضعف ديالهم كيعيشوا بثقة وهدوء اكثر. تخيلي معايا واحد دار فيها 3 ديال الطبقات. الطبق الاول فيه الضغوطات والاخطاء والمشاعر السلبيه، الطبق الثاني فيه المخاوف ديالك والترددات ديالك، الطبق الثالث فيه قوتك الحقيقيه. كل ما كتواجهي الطوابق السفلى وكتفهميها، كتقدري تطلعي للطبق الثالث وتستغلي قوتك بلا خوف. جيبي ورقه وقلم، قسم الورقه الى عمودين، عمود فيه نقاط القوه وعمود فيه نقاط الضعف. في نقاط القوه سولي راسك، شنو هما الحوايج اللي كديري مزيان؟ شنو هما الحاجات اللي كيشكروك عليها الناس؟ شوفي شنو كديري مزيان، اي حاجه. مثلا في نقاط القوه كتبي صبوره، كنسمع مزيان للناس. يعني نقاط الضعف حتى هي نفس الحاجه. مثلا نقولي كنتقلق بالزربه، كنتعطل في المواعيد، صعيب عليك تقولي لا. سؤال تما نقاط الضعف. تاني مرحلة، شوفي كل نقطة القوة كيفاش ممكن تعتمدي عليها باش تحققي أهدافك. يعني نقاط القوة ديالك شوفي كيفاش تقدري تطوري أهدافك منه. في نقاط الضعف شوفي كيفاش تقدري تحسني في منها وما تبقاش نقاط الضعف وتولي عندك نقاط قوة. ملي عرفنا نقاط قوتنا وضعفنا، خاصنا نواجهو العوائق والمقاومات اللي كتحاول تمنعنا نوصلو للوعي الذاتي. ما كايناش رحلة وعي سهلة، بعض المرات غادي تحسي براسك تالفة، بعض المرات غادي تشكي براسك، وهذا الشيء طبيعي. اكبر العوائق هو الخوف من الحقيقة. كتخافي لا تكتشفي شي حاجة براسك ما تعجبكش، او التعلق بالصورة المثالية. ديما كتبغي تكوني بيرفكت، كتقارني راسك مع ناس واحد اخرين اللي هما في طريق وانتي في طريق اخرى. الصوت الداخلي ديالك حتى هو يقدر يكون عائق. ديما كتهضري مع راسك بسلبيه، انا ما نقدرش ندير هكا، علاش انايا ماشي بحال الناس باش وصلوا، انا فاشله. داكشي علاش جيبي ورقه وقلم وكتبي اي حاجه طاحت لك في بالك، اي فكره جات لك في بالك على راسك، اي حاجه كانت في الصوت الداخلي ديالك قالها لك على راسك كتبيها. مثلا الناس احسن مني، انا ما كنقدرش ندير بزاف الحوايج، انا ما واصلاش. ومن بعد كتبي الرد ديالك بصوت واعي، يعني كوني واعيه وبدلي هذوك الكلمات، هذوك الجمل عفوا، الجمل ايجابيه. مثلا الناس احسن مني، لا راه الناس ماشي احسن مني، غير هما وصلوا، هذاك هو الوقت ديالهم، انا الوقت ديالي باقي ما وصلش. هذه طريقة كتسمى إعادة برمجة الحوار الداخلي، كتعلم عقلك بحل المشاكل بلا جلد الذات. الوعي الذاتي ماشي غير تأمل، هو طريقة حياة. ملي تهضري، ملي تعصبي، ملي تفرحي، كل موقف فرصة تعرفي راسك أكثر شكون انتي. داكشي علاش كل عشية خدي ورقة وقلم وكتبي على راسك. مثلا اليوم كنت فخورة براسي حيت واجهت الخوف ديالي من الرفض، يعني هذا غير مثال. اليوم ما تعصبت، علاش وعلاش وشنو اللي خلاني نتعصب. مع الوقت كتفهمي راسك اكثر، كتولي تعرفي المشاعر ديالك وكتعرفي كيفاش تقدري تتعاملي معاها. وفي الاخير الوعي الذاتي ماشي كتاب نقراوه ونكملوه، هو رحله كنعيشوها كل نهار، كل مره كنغلطوا وكل مره كنتقلقوا وكل مره كنسولو راسنا علاش، كنقربوا اكثر من راسنا. الوعي الذاتي هو اللقاء الحقيقي بينك وبين راسك، البلاصة اللي غتكوني فيها انتي
بلا خوف، بلا أقنعة، بلا مقارنة. نتمنى كل نهار تجلسي مع راسك وتسولي راسك كاع الأسئلة اللي سولنا راسنا قبل. هضري مع راسك، كتبي أي فكرة جاتك على راسك، باش مع الوقت تقدري تعرفي راسك أكتر وما تبقى حتى حاجة تأثر عليك. وصلنا لآخر الفيديو، شكرا بزاف على المتابعة، وخلي وعيك ينور حياتك. باي باي.